ايه مساء الفل، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ايه رأيكم اقول لكم على تتبيلة للفراخ هتعملوا بيها الفراخ بسرعة البرق مهما كانت كميتها؟ لا هنحتاج بقى نقع ولا تتبيلة ونقع في التتبيلة ليلة والكلام ده، وهتطلع تحفة وهيطلع اللحم بتاع الفراخ شارب كل التتبيلة اللي احنا هنتبلها دلوقتي. وهتتأكدي ان كل حتة من الفراخ كل نسيلة منها وصلها التتبيلة. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد، ونبدأ مع بعض الفيديو. لأول مرة يشوفني أنا مها ودي قناتي ماهي سويتس. يلا بسرعة نبدأ. أنا معايا هنا دبابيس، ممكن طبعا تستعملي أوراق كاملة أو صدور أو ميكس من الاتنين براحتك خالص. دي عندي كده الصاج أو الصينية بتاعتي، حطيت عليها ورق ألمونيوم عشان بس ما بهدلش الصاج، وحطيت عليه ورق زبدة لأن الألمونيوم على الأكل على طول مش صحي. هبدأ بقى ايه دهنة زيت بسيطة جدا جدا، حاجة خفيفة بس عشان الفراخ بتاعتي ما تلزقش في ورق الزبدة. لكن طبعا الفراخ نية فهتنزل الزيوت بتاعتها والدسم بتاعها، فمش هحتاج احط كتير يعني. بس بعد ما انضف طبعا الفراخ واكون نقعتها في مية وملح وخل وليمون، هبدأ بقى ايه بعد ما اشطفها كويس هبدأ بقى انغزها كده بالسكينة علشان التسوية بتاعتها تكون مظبوطة وكمان تشرب التتبيلة كويسة. التتبيله بتاعتي بقى عباره عن ايه؟ 3 توابل مفيش غيرهم، بهارات 7 حبات فلفل اسود وبابريكا. زي ما احنا شايفين كده انا بدعك يعني دبوس دبوس او ورك ورك حته حته، انا بدعكها مش بدعكهم كلهم مع بعض في تتبيله واحده عشان ابقى متاكده ان كل جزء من الفراخ وصلته تتبيله. اهو بصوا هنغرز كده كويس. التمغيزه دي تنفعك في حاجتين، ان التتبيله هتوصل للفراخ من جوه وكمان التسويه بتاعتها هتبقى مظبوطه جدا. هبدا ارصهم بقى كده في الصاج بحيث ان هم يبقوا كده جنب بعض. طيب هغطي بقى وشهم بايه عشان يديني وش الشوي الحلو المحمر ده. معلقه كبيره صلصه او كيس صلصه اللي هو كيس الصغير ده، او ابشري 2 طماطم يعني، ابشري 2 طماطم او معلقه صلصه كبيره ونحط عليها نفس التتبيله اللي احنا عاملينها دلوقتي حالا في الفراخ، اللي هو فلفل اسود وبهارات 7 حبات وبابريكا. انا هنا ضفت يعني نص معلقه زيت كده علشان بس افك الصلصه. لكن لو استعملتي الطماطم المبشوره فهي هيبقى فيها الميه بتاعتها، مش هتحتاجي ابدا ان انت تحطي عليها زيت. هبدأ بقى بفرشة كده، بصوا همسح بس الوش كده مسحة خفيفة خالص علشان دي اللي بتديني الوش الأحمر بتاع شوي الفراخ. هبدأ أتأكد كده إن أنا كل الفراخ من كل النواحي ومن كل الجوانب عملتها بالتتبيلة دي. طبعا التتبيلة دي كمان أنا حاطة فيها ملح عفوا. انا التتبيله نفسها بتاعه الفراخ قلنا ان هما 3 توابل بس، لكن بتاعه الصلصه كمان حطيت فيها بقى يعني نص معلقه ملح كده علشان اديها التتبيله بتاعتها كويس. بس حطيتها في فرن طبعا مسخن مسبقا على درجه حراره 180 في الرف الاوسط، وفتحت لها الشوايه اخر 5 دقايق كده، قعدت تقريبا ساعة الا ربع، وبعدين حطيت لها الشواية 5 دقايق. بصوا بقى الفراخ من جوه بتطلع جوسي جدا، مش ناشفة ولا منزلة كل المية بتاعتها، بصوا منظرها، وبتطلع محمرة كده من التتبيلة اللي احنا حطيناها. طبعا هنا انا ولا نقعت بقى في تتبيلة ولا حطيتها في التلاجة ليلة ولا نقعتها حتى ساعة على بعضها، دي طريقة الفراخ بتاعت المستعجلين زي كده. بس في نفس الوقت هتيجي نفس النتيجة لو نقعتيها حتى ليلة كاملة. جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتس. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير لكل اصحابكم، وكمان سبسكرايب على القناة وفولو على الفيديو على تيك توك، واشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله. باي باي.